بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. يا جماعة، هذا الشكل مفيد. يعني هذا المجسم مفيد لتجميع الأورغون، يجمع الأورغون بشكل كبير. يعني تقدر تصنعه هو عن طريق تجميع أهرام، 6 أهرام متقابلة، يعني جميع الاتجاهات. مثل هذه الحين اللي صنعته، هذا صنعته الحين بشكل سريع بشريط لاصق مشان الشرح بس فقط. لكن تقدر انتو تستخدموا سوبر جلو تثبتوه، يعني ما يحتاج شريط لاصق. وممكن تحطوا هذا الهرم يعني تقدر ما تثبتوا هذا الهرم اللي فوق، لان هذا تو الحين تحول بعد ما تجمع هذا ال6 الأهرامات. يصير عندكم هناك مسمى صندوق داخل، لو تلاحظوا يتشكل داخل مكعب من إذا حطيت هذا الأهرامات ال6 مع متقابلة، يصير عندك تكون عندك مكعب فارغ. هذا المكعب الفارغ يتجمع فيه الأورغون، كل هرم يرسل أورغون داخل هذا المكعب الفارغ، صندوق داخل. تقدروا تستفيدوا من هذا الصندوق اللي الفارغ او المكعب الفارغ، تحطوا فيه مثلا قطعة كريستال، وتحطوا فيه مثلا اذا بغيت كحماية تقدر تحط فيه معاه داخل مثلا دعاء او شيء، او مثل آية او آيات الحفظ، آية كرسي، وتعلقه. طبعا هذا الأورغون عجيب، يعني هذا اذا علقته يبدأ يتحرك ويصير يعني واحد من الأهرامات يتجه للشمال المغناطيسي الأرض تلقائيا، يعني كأن تقول بوصلة على شكل بوصلة كذاك. سبحان الله. يعني هذا المجسم شغال بنسبة 100% لتجميع الأورغون. طبعا هو يجمع الأورغون أكثر شيء داخل المكعب، داخل المكعب. طبعا مكعب فارغ بيكون. أنت تحط فيه قطعة كريستال، قطعة كريستال مثل هذه صغيرة كذاك، حجم صغير أصغر من هذه، وتحط مع أدعية قرآنية، أو تقدر تحط معاه يعني يكون فارغ. إذا حطيت هذا متحرك يعني ما ثابت، دعك يكون نوع من الغطاء يعني الهرم اللي فوق. تقدر تحط فيه مواد، مثلا مواد للشرب، أو مثلا أورموس، أو أي مادة تاكلها يعني غذائية، يزيد من نسبة الأورغون داخل المادة هذه، طاقة الأورغون، طاقة الحياة، ويفيدك يعني. وتقدر تشحن بالمياه داخل، ماي مثلا، زيوت، تشحن اسمه الأورموس بنسبة أكبر. أتوقع يعني، والله أعلم، أنا ما متأكد. يمكن يكون تقدر اسمه هذا الأورغون يمكن ربما داخل، إذا حطيته مدة طويلة يتحول الأورغون إلى أورموس الذهب يسموه، أو أورموس، يعني أورموس أو زيت الأورموس يتحول إلى زيت داخله. يعني يمكن يتحول الأورموس أو الأورغون يتحول إلى أورموس، ثم يتحول إلى زيت الأورغون أو زيت الأورموس. لكن لا تقول تحطه يعني في مكان ثابت ما يتغير مدة طويلة. طبعا يكون ذو الأهرامات أكبر حتى تكون فيها كمية أكبر يعني. وممكن تسوي الهرم، ممكن تختار هرم الأهرامات اللي
اللي يعني ما قابل للتوصيل كهربائي، حتى ما يصير تشتيت الكهرباء، بس مثل طاقة الأورون يشتتها. اللي إذا كان مثلا معدن يشتتها بسرعة، ما يجمع بسرعة ويشتت بسرعة. أنت تجمع ببطء ما مشكلة، ولكن يبقى ثابت الأورون، يزيد نسبة أكثر حتى تستفيد. مثل تستخدم مثلا كريستال، زجاج أو خشب حسب ما تريد. أنا مسوي من قبل، من سنوات، هذه الطريقة مسوينها من سنين يعني، من زمان، ورافعين على اليوتيوب، لكن بطريقة خشبية يعني. طبعا 6 أهرامات متقابلات مع بعض يشكلن هذا المجسم. وهذا المجسم بعدين إذا علقته يتحرك نحو الشمال المغناطيسي للأرض. هنا يبدأ يمتص الأورغون، ويكثفه داخل مكعب، يكثفه داخل المكعب، وزاد نسبة الأورغون من داخل المكعب. تقدر تحط داخل هذا المكعب أورموس مثلا يشحنه، أو مياه يشحنها، أو نوع زيوت، أو مثلا دواء. عندك دواء وتريد تزيد نسبة قوة الدواء اللي تستخدمه، أو مادة عشبية حسب ما تريد. مفيد جدا. وتقدر تحطها كحماية، تعلقه في البيت، تحط فيه آيات الحفظ وآيات قرآنية كذاك ودعاء، ويزيد طاقته يعني، يفعل الأدعية والأشياء هذه. وصلوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. طبعا تحط داخل قطعة كريستال داخل معاه صغيرة، إذا حبيت يعني تزيد أكثر، صغيرة كذاك. ويمكن تقدر تحط كذاك كمجسم، توقف كذاك، تحط فيها داخل قطع من الكريستالات، وتحط كذي على مكتب مثلا في البيت، على المكتب. يزيد طاقة يعني، يحول طاقة الغرفة أو طاقة المكتب، مكان المكتب، غرفة المكتب أو في البيت، إلى إيجابي، طاقة إيجابية. هذا المجسم خاصة إذا كان في آيات قرآنية داخله كذاك. وصلوا الحبيب، بس حبيت شرح مختصر يعني. طبعا ما قلنا لكم تثبتوه بمادة غروية أقوى يعني. أنا بسويني بشكل سريع يعني، بشريط لاصق ده. انتوا تقدروا تستخدموا مادة غروية وتثبتوه بثبات مثل السوبر جلو، ويصير ثابت قوي يعني. وممكن تكون حجم أكبر من هذا. وطبعا هذا تقدر تستخدم زجاج أو بلاستيك أو خشب حسب ما تريد، أو كريستال أفضل يعني. إن هذا اللي دائما اللي الأهرامات والأورغون وأشكال الأورغون أنواعها، كل ما تكون خشبية تكون أقوى، أو حتى طينية يعني، مثل الأهرامات مال مصر كذا يعني. مفيدة، تزداد الطاقة، تتكثف. طبعا الصندوق اللي داخل هذا الصندوق اللي داخل يتجمع فيه نسبة أكبر بهذه الطريقة، بهذا الشكل، بهذا المجسم الأورغون. يسحب الأورغون من الطبيعة، أورغون الأرض، والأورغون الأرض، واللي طبعا الأورغون موجود في الكون كامل، ويسحبها ويجمعها داخل. ويمكن إذا حطيتها مدة طويلة شهور، يمكن يتحول الأورغون إلى زيت، والزيت يتحول يمكن يتحول إلى أورموس أحمر أو شيء كذا، نوع أبيض مع أحمر مع المدة الطويلة، ويكون على كثير يعني، كثير شباب. لكن الأهم شيء يكون مكان ثابت وما يتغير، ومظلم بعد يكون أقوى. وصلوا حبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بس هذا شرح مختصر يعني. وهذه الأشكال 6 تجمعهم مع المتقابلات مع بعض، يشكل بهذه الطريقة. ويصير داخل هناك مكعب، شكل من الأشكال الأورون طبعا مكعب. وهذه الأهرامات هن أفضل الأشكال اللي تجمع الأورون، نسبة أكبر يعني.
ولا جميع الأشكال الأورغون تسوي تجميع للأورغون، مادة الأورغون، أو تسمى مادة الحياة، مادة أثيرية يعني. والحمد لله رب العالمين. وصلوا الحبيب. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله في رب العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. شوف المقسم صاير داخل مقسمة فارغ، وهذا تستفيدوا منه.